عماد النحاس بيفاضل ما بين اتنين لعيبة عشان يسد أهم ثغرة في النادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك. فيا ترى كابتن عماد النحاس هيعملها ازاي؟ ايه هي الثغرة دي وليه الزمالك ممكن يخش منها؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على الوكالة سبورت. كابتن عماد النحاس بيعاني من بعض الغيابات اللي بتضرب الفريق، خصوصا في ظل عدم الجاهزية البدنية والفنية لأكتر من لاعب خلال الفترة الأخيرة. يسأل عنها الجهاز الطبي، يسأل عنها ريبيرو وجهازه، محدش والله عارف مين اللي يسأل عنها، لكن الظروف حطتك ان انت لازم هتلعب ماتش الزمالك وانت عندك الثغرة دي لازم تتسد بسرعة. طب يا ترى ايه بقى الثغرة اللي انت عمال تكلمني عليها؟ الثغرة دي يا سيدي هي مركز الباك الشمال. ايوه، الباك الشمال. لحد دلوقتي كابتن عماد النحاس شايف ان عمر كمال عبد الواحد مش هيقدر يشارك في المركز ده لانه ما بيعرفش يلعب برجله الشمال، ودي كارثه ومشكله كبيره جدا جدا جدا. المهم بقى ان كابتن عماد النحاس بيحاول ان هو يحل المشكله دي. طب بيحلها ازاي؟ انه بيفاضل بين الثنائي احمد نبيل كوكا ومصطفى العش عشان يشغلوا مركز الجبهه اليسرى. واحد يقول لي طب ما احنا عارفين ان الاقرب كوكا. لا، حابب اقول لك ان هو عايز يلاعب لاعب يكون عنده مقومات دفاعيه بشكل اكبر، فعشان كده التفكير في مصطفى العش ابتدى. الموضوع هنا ليه علاقه بفنيات اللعيب اللي هيواجهه. ايوه، ناحيه الشمال فانت هتلاعب بتزيرع لاعب نادي الزمالك المهاري، فمحتاج لعيب يكون عنده مقومات دفاعيه اقوى. كوكا لاعب قوي لكن مش اقوى من مصطفى العش، وكعمر كمال برضو لاعب كويس وهجوميا قوي جدا، لكن انت عايز الجبهه دي تقفلها ميه ونور على امهر لاعب في نادي الزمالك. وعشان كده كابتن عماد النحاس زي ما قلنا بيبني خطته على اهم لاعب في نادي الزمالك. الثغره دي لازم تتسد زي ما بيقولوا، لانها هتكون نقطه انطلاق وقوه الفريق الابيض، وهتبقى نقطه ضعف وعوار لنادي الاهلي، وهي دي المشكله. لحد دلوقتي الاقرب اللي يشارك هو كوكا، لكن في تفضيل ان العش يبقى موجود عشان زي ما قلت لك هو مدافع وبيعرف يلعب برضه باك شمال. الموضوع لحد دلوقتي لسه ما استقروش على نهايته، وطبعا زي ما احنا عارفين كابتن عماد النحاس فارض سريه كبيره على المعسكر، وده يمكن اللي مخلي الواحد مش عارف مين بكره اللي هيشارك بشكل اساسي. تفتكر بقى هل هيقدروا يحلوا الموضوع ده؟ ومين يقدر يوقف خوان بزيرا من وجهه نظرك؟ قول لنا رايك في التعليقات.